هحكي لكم على موقف بسيط جدا بيدل على قد ايه ربنا شايف وسامع، بل وكمان حاسس. في مره كنت لسه جايه البلد هنا جديد، وانا هنا في دوله عربيه، ولكم ان تتخيلوا دوله عربيه يعني ايه في شهر 5، خصوصا ان انا جايه من محافظه ساحليه الا وهي اسكندريه. فانا سايبه اسكندريه شتاء وبرد ورعد وكده، وجيت هنا دخلت الساونا. فالظروف اول ما جيت ما كانتش اللي هي احسن حاجه، يعني ان انا اركب تاكسي وانا بحضر اوراقي اللي انا جيت البلد يعني. فكنا مقضيينها بساط. ففي اليوم ده بقى كان يوم عماله اخلص ورق هنا وهنا انا وجوزي، فجينا عند مكان معين. المكان ده البساط ما بتدخلوش او انا ما اعرفش او ايا كان يعني، فنزلنا مكان بعيد قوي. فلو المكان ده انت رحته بتاكسي هتاخد ربع ساعه، فلك ان تتخيل ان انت تمشي في الحر ده ربع ساعه بالتاكسي، فتخيل بقى قد ايه بالمشي. فالجو حر قوي، مش عارفه اخد نفسي، بقول لجوزي مفيش اكسجين. فعربيه فارهه ما شاء الله معديه من جنبي، ركنت على بعد من نظري يعني قدام شركه ما شاء الله برضو. فانا شايفه السواق نزل وبينزل صاحب العربيه، فانا بصيت كده للسما فبقول له يا رب يعني الراجل ده ما ياخدناش كده في طريقه ويوصلنا، وده بهزار يعني. فلقيت جوزي بيبص لي وبيضحك، اللي هو مع عبيطه دي ولا ايه. فاذ افاجئ بالراجل. هتقولي مثلا الراجل سمعني؟ لا، الراجل كان بعيد، يعني انا لو ندهت عليه بصوتي الطبيعي مش هيسمعني. فاذ افاجئ بالراجل بيشاور لنا ان احنا نيجي، فبيقول لنا انتوا رايحين فين؟ فجوزي قال له رايحين المكان الفلاني. قال له طب انتوا هتركبوا ايه؟ فقال له لا احنا بنتمشاها يعني. فقال له ده بعيده جدا. فراح مشاور للسواق بتاعه وقال له خد وصلهم المكان الفلاني وشوفهم هم رايحين في اي مشوار تاني، وبعد ما يخلصوا روحهم لحد بيتهم. انا طول الطريق قاعده في ذهول، هو سمعني؟ يعني ازاي سمعني كده؟ ده يعني انا شاورت على العربيه دي بالذات، مع ان عربيات كتير معديه من جنبي، اشمعنى دي اللي سمعني؟ يعني للدرجه دي يا رب انت سامعني؟ فما تجيش تقول لي لا اصل انا واحد بعمل خطايا الدنيا فانا لو طلبته مش هيسمعني. ده هو مستنيك انت، ده هو مستنيك انت يا اخواتي ان انت تندهله. هو انت فكرك هو مستني المؤمن؟ ما المؤمن خلاص هو اوريدي مؤمن، احنا عارفين ان هو راجل صالح والدنيا تمام وزي الفل، فمش مستنيه، هو مستنيك انت، ان انت اللي بتعمل خطايا الدنيا تيجي تقول له يا رب. يا لهوي يا لهوي، دي بصوا بالنسبه لربنا حاجه كبيره قوي. ده اللي انت تطلبه هيعملوه لك، فاطلبوه جربوا شوفوا كده.